الروايات انواع، في منها الخيالي اللي يوديك لعالم من الخيال ويعزلك عن ارض الواقع، وفي منها الاكشن والاثاره والغموض، وفي منها الرعب، وهكذا برضو فيها الكلاسيكي اللي يوديك لعالم زمان، الجو الهادي والقعده الكويسه والريف والكلام الحلو واللذيذ ده كله. وفي نوع تاني بقى مختلف عن كل الانواع دي، وهو نوع بيواسيك، بيطبطب عليك، بيهون عليك مصايب الحياه، بيهون عليك المشاكل اللي انت فيها. نوع كده بيقولك ان مشكلتك مهما كبرت ففي لا اعظم منها. فخلينا نروح في رحله مع بعضنا نكشف فيها عن 7 روايات بتواسيك. يلا بينا نبدا. بدايه هنقسم الفيديو بتاعنا لجزئين، الشق الاول منه وهو للقصص القصيره، والشق الثاني منه للروايات الطويله. فلو انت مبتدئ وحابب انك انت تخش للقراءه، فالقصص القصيره دي هتكون جميله وممتعه وفيها فايده جدا كبيره ليك. ولو انت متعود على القراءه وعايز روايات كويسه ولغتها سهله وحبكتها قويه وفيها متعه وفيها فايده، فبكل تاكيد جانب الروايات الطويله هيفيدك كتير. اول شق هو شق القصص القصيره. اول مجموعه قصيه معانا وهي شوكولاته بيضاء. المجموعه القصيه ديت لتامر عبده امين. تامر عبده امين من افضل الكتاب العرب بالنسبه لي. بوستاته كده وكتاباته من النوع اللي هو بيديك متعه وبيديك في نفس الوقت فايده. افتكر ان انا قرات لتامر عبده امين قبل كده اخر ايام نوفمبر مجموعه قصيه برضو وكانت جدا جميله. كل الارباح بتاع المجموعه القصيه ديت لصالح مستشفى ابو الريش الياباني على ما افتكر، مستشفى الاطفال حاجه زي كده يعني. تقدر تتابع تامر عبده امين من خلال الفيسبوك، فعال عليه بشكل كبير جدا. ممكن تقرا الكتابات بتاعته، اول حاجه وهي شوكولاته بيضاء، وفي قبل كده اخر ايام نوفمبر، وفي عمل تاني هذكره برضو روايه طويله لسه هذكرها في باقي الحلقه، فتابع. المجموعه القصيه ديت صغيره مش كبيره جدا خالص، 172 صفحه، فانت تقدر تخلصها في فتره قليله جدا. نروح للعمل الثاني وهو المعذبون في الارض لطه حسين. طه حسين من افضل الكتاب اللي انا اكتشفتهم مؤخرا، كتاباته جدا جدا جميله. ادب طه حسين من الاداب اللي قراتها مؤخرا وكانت جميله جدا وممتعه بالنسبه لي. بعض الكتب اكتشفتها لي كانت جدا صعبه شويتين، مش اي حد يقراها، ولكن في المعذبون في الارض كانت سهله جدا وكانت جميله جدا وممتعه بالنسبه لي. المجموعه ديت 192 صفحه، صغيره جدا، تبع مكتبه الاسره، مهرجان القراءه للجميع. ومكتبه الاسره ديت جدا بعشقها وبعشق الكتابات بتاعتها والاعمال بتاعتها عامه. ملحوظه برضو انها من قسم الاعمال الابداعيه. مكتبه الاسره فيها كذا قسم، منهم الاعمال الابداعيه وكذا قسم تاني، ممكن انت تبقى تبحث في الموضوع. ولكن المعذبون في الارض كانت جميله فوق الوصف، فعلا بتحس ان مهما بلغت المحنه اللي انت فيها في اصعب منها. احمد ربنا على اللي انت فيه. طب بسعر رمزي جنيه واحد بس، شاريها ب 10 جنيه. العمل الثالث معانا وهو العبارات لمصطفى لطفي المنفلوطي. مصطفى لطفي المنفلوطي من الاعمال اللي اكتشفتها مؤخرا، واللي فعلا لما اكتشفت ان في ادب من النوع ده انا فعلا حصل لي بركان كده في دماغي، اللي هو ما كنتش مصدق من روعه الكلام ومن روعه القصص ومن روعه السرد ومن روعه اللغه نفسها. فعلا ما كنتش مصدق. انا مش عارف ازاي ان انا ما حدش قال لنا على ان احنا نقرا النوع ده من الادب. المجموعه القصيره 186 صفحه، بسيطه وصغيره جدا، مش كبيره في الحجم خالص. اخدت منها كوتس جدا كتيره من قسم الاعمال الابداعيه برضو، مهرجان القراءه للجميع، مكتبه الاسره. السعر برضو جنيه، بصراحة تستحق أكتر من كده. نستشهد لكم بقوت من المجموعة القصية نفسها، بيقولك: فالسرور نهار الحياة والحزن ليلها، ولا يلبث النهار الساطع أن يعقبه الليل القاتم. بص القوت التاني ده برضو: وكل نبات يزرع في أرض غير أرضه أو في ساعة غير ساعته، إما أن تأباه الأرض فتلفظه، وإما أن ينشب فيها فيفسدها. بص القوت ده لأنه فعلا هو مشكلة كبيرة جدا في العصر الحالي أو في الواقع بتاعنا ده. بيقولك: هذبوا رجالكم قبل أن تهذبوا نساءكم، فإن عجزتم عن الرجال فأنتم عن النساء أعجز. بوم. فنقدر نقول ان فعلا ادب مصطفى لطفي المنفلوطي برشحه جدا. العبارات فيها قصه بتاعه اليتيم دي جدا جدا اثرت فيها بشكل لا يمكن تخيله. قصص كتير موجوده هنا فعلا اثرت فيا. نقطه كمان تندرج تحت ادب مصطفى لطفي المنفلوطي: مش بس لغته سهله ولغته كويسه، كمان حبكته وطريقه السرد بتاعته جدا مشيقه كده وتخليك لازم تنهي القصه. حته انك انت تكمل القصه للاخر ديت حاجه جدا مش اي كاتب بيوصل لها. انا مش عايز احرق الاحداث بتاعتها عشان ما تفقدش المتعه بتاعتها. وبكده اكون خلصت الجانب بتاع القصص القصيره. بعد كده هننتقل للقسم الثاني وهو الروايات الطويله. الروايات الطويله واول روايه معانا وهي راجعين يا هوا، الكاتب الجميل جدا تامر عبده امين. دي مش روايه بل هي قصه حقيقيه حصلت في ارض الواقع. فعلا لسه لحد دلوقتي انا مرتبط بالشخصيات بتاعه الروايه او بتاعه القصه ديت. بطله بتاعه الروايه اللي هي ريم لسه فاكر حياتها، انا فاكر الاحداث بتاعتها بدون مبالغه. اجمل قصه انا قراتها في حياتي
كلها. ودي اول تجربه للكاتب في كتابه الروايات الطويله او القصص الطويله. النوع اللي هو كان بيكتب فيه هو قصص قصيره، ولكن ديت اول تجربه ليه، ولكنها بالنسبه لي تجربه جدا كويسه. تبع الدور المصري للنشر والتوزيع. اعتقد ان اي حاجه هيكتبها تامر عبد الأمين انا مش هفوتها. القصه ديت 294 صفحه، مش طويله قوي، حتى الفونس او الكتابه بتاعتها يعني مش ضيقه قوي، فلو مش هتاخد وقت معاك. جمال الروايات بيغرس جواك اخلاقيات واداب معينه من غير ما انت تكون واعي لان ده بيتم غرسه فيك. شخصيتك بتتغير تماما من غير ما يركز على التغيير ده. زي ما قلت ان من افضل الكتاب بالنسبه لي تامر عبد الأمين. تحسين ان انا ببالغ في مدح تامر عبد الأمين، بس انت ممكن تروح تقرا البوستات بتاعته او تجرب تقرا الكتابات بتاعته وقول لي رايك تحت في الكومنتات برضه. خلال القصه الطويله دي حسيت قد ايه بالمعاناه اللي عاشتها ريم، حسيت بقد ايه ان الحياه بتكون صعبه، ان في ناس فعلا عايشين ظروف جدا سيئه. حته ان هم يقدروا يقاوموا التحديات ديت مش بالساهل. الدنيا والظروف والناس في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان جدا سيئين. اخته واختها هما الاثنين مع بعضهم بس، مفيش اي حد تاني زي الراجل مثلا هو اللي يشيل عنهم ضغوطات الحياه والاعباء بتاع الحياه. فتخيل قد ايه كميه المشاكل اللي تعرضوا لها خاصه في مجتمع مصري زي هنا، وقد ايه الاستغلال بتاع الناس، المعاناه اللي هي عاشتها. انت هتكتشف ده كله من خلال قراءتك للروايه. انا برشح لك جدا تقرا القصه دي لانها جدا جامده. نفسي اقابل فعلا تامر عبد الأمين عشان اساله سؤال واحد بس، ازاي هو بيجمع البيانات ديت؟ فكره ان هو يكولكت البيانات دي ويعرف الاسرار ديت كلها. انا مش عارف اوصل للمعلومات ديت ازاي. طولت كتير انا عارف، بس anyway. الروايه اللي بعدها وهي البؤساء. الروايه ديت كانت معايا ورقيه ولكن اديتها لحد ولسه معايا لحد دلوقتي. روايه البؤساء هي مجموعه من 5 اجزاء. ال5 دول تم تشويههم لحد ما وصلوا لكتاب واحد بس، وللاسف هو ده اللي انا حصلت عليه. ولكن ال5 مجلدات او المجموعه كلها يعني معايا PDF، ولكن بنسخه بشعه شويتين. كانت جميله جدا، احداثها كانت جميله. فيكتور هوجو عجبني اسلوبه. كمان اتاثرت بجان فالجان، ظروفه كانت صعبه، سرق رغيف عيش، حصل مشاكل كتير جدا هخليك برضو تكتشفها انت بنفسك ومش هحرق لك الروايه. لو قدرت انك انت توصل في يوم من الايام لل5 اجزاء اللي انت جبتهم مني عشان اشتريهم برضو لانهم جدا مهمين بالنسبه لي، والبؤساء انا حابب ان انا اتعمق فيها اكتر من كده. الروايه اللي بعدها وهي البعض لا يرحل ابدا للكاتبه مريم احمد علي. كاتبه جدا جدا ممتازه، وانا حسيت صدقها في الكتابات بتاعتها. الروايه 267 صفحه. التجربه الاولى مع الروايه ديتي ما استمتعتش بيها. الفلاش باكس اللي كانت بتحطها الكاتبه في الروايه ما كنتش مستمتع بيها قوي، ولكن الروايه على المستوى الكلي لا، هي كانت روايه جامده. ومن اقوى الكوتس اللي انا اتاثرت بيها واللي انا حطيتها كمنهجيه كده في حياتي: لعل البشر يعترفون باننا خلقنا سويا ولن ننجو الا سويا. طبعا ال5 كاتبه تقريبا كتابين تانيين. دي الروايه الثالثه بتاعتها. انا رغيت كتير قوي 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 قوي. نروح للروايه اللي بعدها وهي بائعة الخبز للكاتب كازافييه دومنتبان. الروايه ديت فرنسيه، سلسله اجمل الروايات العالميه، دار الحرف العربي. 294 صفحه، مش طويله قوي، ورق قديم شويتين، حاسس فيه ريحه الادب الفرنسي، كلاسيكي جدا. كان بيتكلم عن الفتره بتاعه الثوره الصناعيه. كانت قصه جدا جميله بصراحه. اللي عجبني في الروايه دي واللي خلاني فعلا في اقصى درجه من المتعه، الحبكه بتاعتها جدا قويه وفيها كميه اثاره غير طبيعيه. ديت المؤلفات بتاعه الكاتب. روايه جدا جميله وكنت مستمتع بيها لدرجه كبيره جدا بصراحه. اللي بعده وهو الفقراء للكاتب الجميل جدا دوستويفسكي. 10 اعماله هي الجريمه والعقاب الجزئين، وفي برضو الاخوه كارامازوف 4 اجزاء، ولكني ما قراتش الجريمه والعقاب ولا قرات برضو الاخوه كارامازوف. الروايه 221 صفحه. الفكره في الروايه يعتبر زي الدايري او يوميات شخصيتين. في واحده اسمها فرفاره ألكسفيينا، الشخص الثاني مكار ألكسفيتش، وبيحكوا لبعض الظروف. ممكن تقرأها بس احس فيها بشوية ملل شويتين في المجموعة ديت أو في الرواية دي، بس هي صغيرة وجميلة. آخر رواية معانا وهي العمى للكاتب جوزيه ساراماغو. مكتبة نوبل 1998، ترجمة محمد حبيب. 318 صفحة، طويلة شويتين. الرواية في الملخص بتاعها بتتكلم عن مرض بيتنقل للأشخاص من خلال التلامس. الشخص ده بيروح يزور الدكتور فبيعدي الناس اللي حواليه، المرض بينتشر فبيقرروا ان هم يسجنوهم في مكان معين، يحطوهم كلهم. فتخيل بقى معاناة الاشخاص ديت، يحطوهم في مكان جدا سيء، الاكل بتاعهم بيكون جدا قليل، مفيش منتور او دليل يوصلهم مثلا لمكان الحمام او المكان اللي يعملوا فيه زي الناس. تخيل بقى مدى صعوبة الحياة عليهم. فاليوم دورك وغدا دوري، اننا لا ندري ما يقبله الغد لنا، انت محق.
انا محق. بس دي كل الروايات اللي كانت معانا في الحلقه بتاعت النهارده، اتمنى انها تعجبك. قول لي رايك برضو في الروايات دي تحت في الكومنتات، وشاركني اي روايات اثرت في حياتك شاركها معايا تحت في كومنت. في سلسله بفكر فيها، سلسله الفوائد من الروايات، بمعنى ان هجيب دروس مباشره انا استفدتها من خلال الروايه. قول لي تحت ممكن نبدا السلسله ديت ولا لا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنساش سبسكرايب ولايك وشير لو انت مهتم بالكتب وبالروايات. وبدانا سلسله ملخصات للكتب، يبقى شوف الحلقات بتاعتها، اتمنى انها تعجبك. بس واشوفك في حلقه جايه. نويز.